طب الديني. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموج 103.5، أيضا مشاهدينا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، وبنقول لكم كل عام وأنتم بخير، بداية سنة جديدة، بداية خير إن شاء الله، وعلى أمل تكونوا بهالسنة هاي بخير وسلام وأمان. ولكل مستمعينا ومتابعينا بنقول لكم أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. ضيفنا بالاستديو الدكتور فهد السيد، اختصاصي بالجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والجراحة التنظيرية، بورد عربي بمجال الأوعية الدموية. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا لأن حتى نبدأ لقائنا، ونقول له لضيفنا كل عام وانت بخير ومساء الخير دكتور. أهلا وسهلا أخي عماد ومساء الخيرات، وبداية نقول للمستمعين وإلكم كل عام وأنتم بخير إن شاء الله، سنة سلام وأمان على الجميع إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. مثل ما قلنا مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا فيكم تتصلوا عبر الاتصال بالرقم الأرضي 429 101 أو عبر الواتساب برسالة 093 82 80 81 4 أو برسالة عبر كومنت عبر البث المباشر الواضح على الصفحة. فيكم تكتبوا أي سؤال بما يخص مجال حلقتنا أو اختصاص ضيفنا. اليوم هيك اخترنا موضوع مهم، هو التصلب العصيدي. يا ترى شو هو، شو الأسباب، شو عوامل الخطورة، يعني كثير من المحاور رح نناقشها. نتمنى مشاركتكم ولايك مع مشاركة للحلقة لحتى تستفيدوا أنتم وزملائكم وأصدقائكم. دكتور، التصلب العصيدي، هالمصطلح العلمي الغريب علينا على المستمع، يا ترى شو يعني؟ التصلب العصيدي طبعا هو مرض جهازي يصيب جميع الشجرة الشريانية في الجسم. نعم. جميع أجهزة الجسم طبعا، لكن المصطلح هو مصطلح أغريقي، يعني كلمة أغريقية بالإنجليزية أتيروسكليروسيس، ترجمتها تعني سماكة في بطانة الشرايين وتراكم الشحوم. يعني الأتيرو تراكم الشحوم، والسكليروسيس تكلسات مع تليفات في البطانة الشريانية، فأجت مصطلح الأتيروسكليروسيس والتصلب الشرياني العصيدي. طبعا هذا مرض جهازي، يعني ممكن يصيب العضلة الشرايين العضلة القلبية، ممكن يصير الشرايين السباتية، ممكن يصيب أوعية العنق، أوعية الأطراف السفلية، الأطراف العلوية، وين موجود شريان ممكن ينصاب. هذا هو يعني هذا كمختصر يعني، لكن الآلية تبعها إذا حابين نحكي على الآلية تبعها. طبعا الموضوع التيروسكليروسيس البروسيس أو عملية التصلب العصيدي عملية شوي معقدة، تمر بعدة مراحل. أول مرحلة تبدأ منذ الطفولة يعني، وهذا هو عكس الشائع اللي نحن نعرفه يعني ناس عاميين حول هالمرض يعني. فبالطفولة بيتشكل المرحلة الأولى نسميه فاتي ستريكس أو الخطوط الشحمية في الشريان. مشان نقرب لذهن المستمعين، نعم. 3 طبقات طبعا، في طبقة انتما الطبقة الداخلية، وفي الطبقة المتوسطة. الطبقة المتوسطة في قسم منه داخلي وفي قسم منه خارجي، وفي أدفنتيشيا أو الطبقة الخارجية للشريان. نعم. فالتصلب العصيدي يتوضع بمنطقة البطانة،
وتنشمل الطبقة الداخلية من الخارجية أحيانا، بحيث أنه الترسبات فيها. الآليات المقترحة أو النظريات اللي كان مقترحة وما زال، يعني النظرية الأزية الإنجري ما زال حجر الزاوية في هذه العملية. أيوة. البطانة الشريانية طبعا عادة الكوليسترول الضار ال LDL اللي موجود في البلازما، وال LDL الموجود داخل الخلية الانتراسيلولير LDL، هذول في حالة توازن. فأي زيادة في ال LDL داخل البلازما أو زيادة تشكيلة من قبل الجسم أو زيادة الوارد، فبيصير قنص من قبل الخلايا الاندوتيليالية والسب انتما أو المسافة اللي تحت الانتما لهال LDL. فالخلايا الاندوتيليالية كانت تتوضع فيها المونوسايت هي البالعات، فتقتنص هالكوليسترول. أثناء قنصها هي عندها ولوع شديد بهالكوليسترول الضار، خاصة إذا ازداد تركيزه في البلازما أو في الدم. بالتالي هالبالعات هذو تتحول لبالعات نسميه الفوم سيلز أو الخلايا الرغوية. هالخلايا الرغوية هي ركيزة لبدء العصيدة، وهالخلايا الرغوية عادة موجودة منذ الطفولة، بتبلش تتشكل. مجرد صار في اسمها بالعات أو الفوم سيلز، طبعا تتحرك، يصير نسميها تفعيل الخلايا الاندوتيليالية. تفعيل الخلايا الاندوتيليالية يعني فرز مواد كيماوية معقدة، ما راح نوجع راس المستمعين شو آليتها معقدة شوي. فيفرز مواد جاذبة للصفيحات، نسميه البلاتليت درايفد فاكتورز أو جروس فاكتورز، مجموعة من عوامل النمو اللي تنتج الصفيحات، تنتج الخلايا الكريات البيضاء، تعمل جذب للصفيحات والكريات البيضاء بالمنطقة، وتحاول ترمم حالة منطقة الأزية. لما تكون الأزية كبيرة تخرج عن السيطرة، فبيصير يستدعي الخط الثاني من الكريات البيضاء اللي هي التي سيلز، يعني المسؤولة عن إفراز السيتوكينات والانترلوكين 2، مجموعة من المواد الضارة، فتتفعل كاملة بالمنطقة، وبيصير نوع من الإكسترا، يعني أو يسمون المواد الخارج خلوية، بتترسب ويصير جذب للخلية. فبيعمل كل هالمواد بيجتمعوا على هجرة الخلايا العضلات الملساء من السب انتما للانتما، يعني من الخلايا العضلية الملساء اللي موجودة بالطبقة المتوسطة، هي عبارة عن خلايا عضلية ملساء، تتكاثر وتهاجر لمنطقة الأزية، تتراكم ويصير تفاعلات التهابية شديدة معقدة شوي، ما راح نوجع رأس المستمعين فيها. بالنتيجة تتحول إلى فايبروفاتي ستريكس، يعني بيصير نوع من الترسبات الشحمية الليفية، بيصير يزداد كمية الليفية، وبالنتيجة تتحول لأتيروما. كلمة أتيروما يعني الورم عصيدي. ومن هون يعني في بعض النظريات يقال أما ممكن يكون نظرية ورمية، حتى يتعاملوا مع الأتيروما كورم. لسبب يعني الخلايا العضلة الملساء نفسها عبارة عن خلايا تهاجر وتتكاثر. لما تتكاثر بيعمل نوع من الأتيرومات والتليفات، لذلك يقولوا أنه هذا عبارة عن ورم، لكن ورم عصيدي، ورم سليم. في نظريات تانية، نظرية مناعية، النظرية المناعية الاميونو ريسبونس. هلا مثلا مرضى القلب، لما نعمل زراعة للقلب فتبين أنه الشرايين القلبية المزروعة في آفة مترقية عصبية شديدة، خلال فترة قصيرة تلاقي أصيبت بالتصلب العصيدي بشكل مبكر أكثر من الأشخاص العاديين. تماما. وأثناء دراسة تبين أنه هذه التصلبات العصيدية مليئة بالتي سيلز اللي هي CD4 CD8 يعني CD8. هدول الخلايا اللمفاوية المسؤولة عن الأثيروسكليروتيك بروسيس أو العملية العصيدية. فإذا نظرية المناعة أيضا مطروحة، ونظرية الأزية. كل هالأمور طبعا في آليات شوي معقدة ما راح ندخل فيها، لكن بشكل عام يبقى نظرية الأزية هو الأساس. عم يصير أزية في الانتماء ويعمل لي استجابة مناعية شديدة تجاه حسب حجم الأزية، فعل ورد فعل تماما، بين ما يتشكل الآليات المعقدة اللي حكيناها يعني. تماما. إذا حابب تكمل الصورة تماما. دكتور، هلا حكينا عن موضوع آلية الحدوث هلا. طيب ضمن حديثك تطرقت للأسباب أيضا. تمام. يا ترى الأسباب اللي يعني العوامل المسببة لها؟ تمام. العوامل المسببة عوامل واسعة جدا. يعني أولا في أسباب وراثية تتدخل بالموضوع.
في بعض العائلات مثلا في عندنا نسميه الناتشرال انتي كواكولانت او المميعات الطبيعيه بالجسم، اللي هي البروتين اس والسي والانتي ترومبيتلاتي، مجموعه من عوامل التخثر، الهيموسيستين مثلا. فهدول احيانا يصير طفرات خلقيه، يعني ميوتيشن، طفره في مثلا يصير في انزيم خاص لاستقلاب الهيموسيستين مثلا، ميثيل تترا هيدروليدكتاز. هذا اذا صار فيها طفره، طبعا الهيموسيستين له طريقه معينه يستقلب في الجسم، يتحول الى مركبات غير ضاره. لما يكون في خلل بهالانزيم بيتحول للميثيونين، وما عاد فيه يكمل الاستقلاب النهائي للهيموسيستين، فيزداد الهيموسيستين بالدم، والهيموسيستين يعمل أزية بالبطانة تبع الشرايين. رجعنا على نظرية الأزية، صح. يعني ارتفاع الهيموسيستين الوراثي ممكن، وهدول بيعملوا التصلب العصيدي المبكر، اللي عندهم آفة وراثية تلاقي الشرايين يعني تنسد بشكل مبكر بأعمار مبكرة جدا، بالثلاثينات والأربعينات وحتى بالعشرينات. في عندي مريض كان أيام زمان عمره 13 سنة صار عنده تصلب عصيدي بالرجلين، انسداد شريان فخذي سطحي بالطرفين، ومتعرض لنوبة قلبية. 13 سنة. عملت له دراسة وقتها الحكي بال95، كان طلع الهيموسيستين في مشكلة بالهيموسيستين واستقلاب الهيموسيستين، وطبعا أغلبهم يتحسنوا على العلاج المحافظ، شغلته بسيطة جدا يعني. هدول بس ينضاف الفيتامين بي 6 وحمض الفوليك، هدول نسميه فايرنج للإقلاع الحلقة الناقصة بالأنزيم، مثل السيارة يخلص البنزين تعود. فالبي 6 والبي 12 والحمض الفوليك يفعل هالأنزيم ويرد يشتغل بشكل طبيعي، بالإضافة للمميعات الدموية. طبعا غير العوامل الوراثية نجي العوامل الاستقلابية. مثلا في ناس عندهم ارتفاع الكوليسترول العائلي، الشحوم العائلي، كميات كبيرة. في ناس عن طريق الحمية الغذائية تبعهم الغلط يعني، فتتراكم عندهم الكوليسترول بكميات كبيرة. إذن ارتفاع الشحوم الثلاثية، ارتفاع الكوليسترول عامل أساسي. عامل التدخين عامل مهم جدا. هذا عامل التدخين متهم درجة أولى يعني كعامل أول. يعني التدخين بيعمل كمان نتيجة عوامل سامية موجودة، بالنهاية أيضا يؤدي إلى أذية الانتماء، زيادة عوامل التخثر بالدم، زيادة جودة الدم. كل هالأمور التدخين يساهم فيه وبيعمل خسارات وتصلبات عصيدية. في عوامل مثل داء السكري أيضا. داء السكري كمان سبب مهم للتصلب العصيدي والتصلبات العصيدية المبكرة، لأن التصلب العصيدي بسبب السكري كمان بالنتيجة يؤدي إلى أذية الانتماء وتراكم الشحوم. الآليات أنا حبيت يعني أحكي عن الآلية قبل مشان السادة المستمعين يعرفوا أنه أي مرض شو بده يعمل. النقطة الثانية البدانة مثلا أيضا. قلة الرياضة، كل هالأمور يعني. المشروبات الكحولية طبعا إذا الإنسان يعني شرب الكحول بكميات مقبولة فيزيد الفيري لو دينسيتي ليبوبروتين، فمن إنتاجه يزيد إنتاجه من الكبد في نوع خاص من البروتينات أو الشحوم الضارة، بيتفعل وكمان يدخل بنظرية الأزية، بيفوت على الانتماء وبيعملنا بالآليات للكاسكت اللي حكينا أو الشلال اللي حكينا شلون بده يصل للتصلب العصيدي. يعني الأمور البدانية، قلة الرياضة طبعا، عدم المساهمة بتحريك الجسم، النظام الغذائي طبعا مهم جدا. هذا طبعا المعلبات واللحوم الحمر، الأكلات الجاهزة، كل هالأمور. قلة الرياضة كلها يؤدي إلى تراكم زيادة نسبة الشحوم بالدم، وبالتالي بيدخل بآلية التصلب العصيدي الموجود يعني. بنوجه تحية لكل اللي عم يبعثوا لنا سلامات، طبعا كلهم عم يبعثوا سلامات للدكتور فهد. أهلا وسهلا، تحيات تقدير، الله يسلمك ويخليك يا رب. شكرا لكم شكرا لهم يعني فعلا نحن مسرورين جدا لما المشاهدين عم يبعثوا لنا تحيات تقدير واحترام للطبيب. الشهاده نعتز فيها للساده المستمعين. شكرا لكم جميعا. نحن بصدد شرح الموضوع التصلب العصيدي اللي اليوم الدكتور فهد اختصاصي جراحه عامه واوعيه دمويه وتنظيريه عم نحكي عن موضوع مهم جدا كتير، آلية الحدوث كيف عم تصير. طب دكتور، عامل الخطوره، المستمع هلا عم يسال عن حاله، يا ترى يعني اذا صار هالشيء هذا ممكن لشو يوصل؟ عامل الخطورة حكينا بشكل غير مباشر الأسباب اللي ممكن تؤدي. عوامل الخطورة كثيرة، مثل ما حكينا العامل الوراثي. مثلا لقيت واحد من أخوانك لا سمح الله يعني بالأربعينات بالثلاثينات صار عنده احتشاء عضلي قلبية، أو صار عنده احتشاء أطراف مثلا، أو عنده تصلبات عصيدية بالأوعية السباتية، هذا نسميه عامل خطورة يعني. العامل خطورة إذن العامل الوراثي دور مهم جدا. في بعض العائلات
يعني يصير وفيات مبكرة بسبب نقص التروية القلبية. عامل خطورة. هل لازم هالعائلة يندرس من جملتهم هالميوتيشنز أو الطفرات اللي حكينا أن طبعا هيموسيستين والبروتين سي والإسل، هل ناتشرال أو المميعات الطبيعية بالجسم. الله خلق الجسم بحالة توازن. يعني الآفات الحالة أو المواد الحالة للخسرة، وفي مواد محدثة لها. الانتماء نفسها إذا سليمة تلعب دور مميع، تفرز نوع من البروستاغلاندينات وما بتخلي انه يصير تخسرات. اذا صار فيها اذيه بيسرع يفرز ترومبوكسان A2، فعامل مخسر. فاذا الخليه طول ما تهتم فيها هي تهتم فيك. صح. اي اهمال بالخليه او بالجسم فيعني بدأت تتجه باتجاه الضار للجسم. اذا عامل الوراثي له دور، مثل ما حكينا عامل خطوره، داء السكري، الشحوم، ارتفاع الشحوم، البداني، قلة الرياضة، التدخين، كل هالعوامل نشتقى من الأسباب. يعني العوامل الخطورة هي نفسها الأسباب المؤدية إلى، إذا فكرناها بشكل رجعي للوضع، فنلاقي أنه لازم نركز على الأسباب مشان الوقاية تكون من الأسباب نفسها. يعني تمام. دكتور، إيمت على المريض أنه يزور الطبيب؟ المشكلة المريض بهالحالة ما راح يعرفها. تمام. بس في مؤشرات أكيد هو بيحس فيها لحتى لازم يراجع الطبيب. بغض النظر عن المؤشرات، الإنسان إذا وصل على 40 مفروض يعني يعمل تشيك اب للعضلة القلبية، بيعمل لجسمه، يعمل دراسة سواء دموية خسارية، سواء من ناحية إيكو قلب، تخطيط قلب، دراسة الأطراف، كل هالأمور بسن 40 مفروض نلجأ لها. لكن في آفات يخلينا نراجع الطبيب بشكل مستعجل. إذا صار عند الشخص ألم صدري مثلا متكرر أثناء الراحة، مثلا بدون جهد تلاقي صار ألم الراحة، عادة ألم الصدري أثناء الراحة لازم يعني ما نسكت، نروح نراجع الطبيب. أثناء زلة جهدية مثلا تمشي مسافة تلاقي صار ألم صدري، تريح حالك تلاقي راحت. هالموضوع هذا يعني أحيانا يكون في بداني يعمل، بس لكن الألم الصدري صفاته، كل ألم له صفات. الألم القلبي مثلا زملائنا القلبيين يفيدون أكثر مني، بس لكن بشكل عام الألم الصدري ألم يكون عاصر، شديد، ضاغط، يعني مو واخز والله، يعني مثل طعن سكينة وكذا. لكن هدول صفات الألم القلبي، ينتشر للدقن، ينتشر للأطراف، كل هدول آلام، فرط تعرق مثلا، كل هالأمور يعني لازم يسأل عن وضعه القلبي. في ناس عم يصير عنده مثل نسميه نقص تروية عابر بالدماغ، TIA كمان. TIA مثلا شخص عنده ارتفاع ضغط، ما ذكرنا نحن عوامل الخطورة. ارتفاع الضغط من أحد أسباب عوامل الخطورة، يعني ارتفاع الضغط الشرياني. فأحيانا يصير مثل نوب إغماء، المريض هيك يحسوا لثواني أنه غاب عن وعيه ورجع، أو فقد ذاكرته ثواني ورجع. كل هالعوامل هون بدك تفكر بموضوع النقص التروية الدماغي. ولازم من جملة الدراسة اللي بدنا نعملها الأوعية السباتية. بالإضافة لازم لما هالنوب الإغماء في 3-4 أسباب تعمل هالأمور. أحيانا يكون مصدر قلبي مثلا، أحيانا يكون في مثل التسرسبات العصيدية تفلت من البصل السباتية تبع الشريان تروح على الدماغ تعمل دوار. بعض الحالات يكون في مشكلة لاجينر انفاكشن، يعني الاحتشاءات فجأة داخل الدماغ نفسه، يعني يكون في، فبدنا نعمل رنين للدماغ، نعمل دراسة لوعية العنق، نعمل دراسة قلبية. كل هالأمور بدنا نحاول ندرسها. هذا كمان تبع TIA. في بعض الأشخاص يقولوا يا أخي لما بمشي مسافة يجعني رجلي، هذا اسمه عرج متقطع. هالعرج المتقطع في شغلتين يعمل هالأمور، يا إما عرج متقطع وعائي أو عرج متقطع عصبي. نفرق بيناتهم، يعني في طبيب يفرق بين الاثنين. العرج المتقطع العصبي المريض يضطر يقعد، أما المريض الأوعية بس وقف يعني ولو عمودي واقفا بيروح الوجع، خلال دقيقة دقيقتين تلاقي راح الوجع. بينما مريض العصبية اللي عنده سباينال ستينوسيس أو تضيق القناة الفقرية، هذا المريض يضطر يقعد على كرسي تماما أو على الأرض ليروح الوجع تبعه. إذن مريض لما يمشي مسافة صار عنده ألم بيراجع طبيب أوعية أو طبيب عصبية، المهم يراجع الطبيب بده يحل مشكلة. مريض لما يشتغل بإيده مثلا، يشتغل بإيده يلاقي فيه وجع بالإيده، كمان ممكن يكون في نقص تروية بالأطراف، هذا كمان عرج متقطع بالإيد. في ناس تشتغل بإيده تدوخ مثلا، بإيده اليمين يدوخ، بيكون في عنده مشكلة بالأوعية العنق، في عنده انسداد شريان تحت الترقوة، ودم الدماغ من طرف اليسار يروح على الدماغ ويرجع على الإيد، فيستخدم دم الدماغ في عمل اليد صح. فبيدوخ كمان. هذا لازم يراجع طبيب الأوعية مشان يشوف يعني شو المشكلة، يعني قد يكون سبب إضافي، لكن هذا الموضوع. في ناس عندهم أمراض مناعية، مناعة ذاتية،
تماما. مثلا بالذئبة الحمامية موجودة بالعائلة، لوبوس إريثروماتوس، هذا بيفرز مادة نسميه يعني كوكوليشن فاكتورز تبع الذئبة الحمامية، بيعمل خسارات بالدم. طبعا مو بالضرورة تظهر كل علاماتها، أحيانا يطلع علامة الفراشة على الوجه، صح. التهاب مفاصل، أحيانا ظاهرة رينو باليدين مثلا تظهر، ظاهرة رينو مشان الأخوة المستمعين. فترة البرد تلاقي انه الايد صار يعني اول شيء شاحبة بيضاء، بعدين صار محمرة مزرقة، وبالنهاية صار حكي. هذول مرض بالمناطق الباردة بالعادة، بس اسمه داء رينو، لكن ظاهرة رينو في سياق امراض مناعية. نعم. اذا مو كل رينو هو رينو مرض البرد، لكن في بعض الامراض نسميه underlying causes او الامراض المناعية من ذئبة حمامية، تصلب الجلد، الجهازية، كل هالامور تعمل ظاهرة رينو لازم ندرسها. طبعا. بعض الحالات يكون في ضلع زايد مثلا بالرقبة، ضلع زايد نسميه ضلع رقبي، يضغط على الشريان ويعمل ظاهرة رينو أو يعمل نقص تروية، كمان بدنا نراجع الطبيب. فكل منطقة لها أعراض، كل جهاز له أعراض. مثلا صار عنده لما بياكل المريض يجعه بطنه متعلق بالأكل، هذا اسمه عرج متقطع بطني. أيوة. في عنده نقص بالشرايين الحشوية، سواء جذع زلاقي أو المساريقي العلوي مساريقي السفلي. الإنسان لما بياكل المعدة بدها تشتغل، الجهاز الهضمي بده يفرز، بده دم، فلما بدا دم صار ألم بطني. ألم بطني يزداد بعد الأكل ويستمر ساعة ساعتين ثلاثة، وبعدين يبلش يخف. إذن علاقة الألم بالأكل، بده تراجع طبيب. فموضوع العين أحيانا نقول فقط رؤية بعين وحدة، يكون صار سمية شريانية فرضا يطلع من القلب يفوت أو من السبات يفات على العين، بده تراجع طبيب. إذن كل جهاز له أعراض خاصة فيه، بدنا نراجع الطبيب مشان يعني ما يتفاقم المرض. وكل شيء كل مرض له بداية، طبعا علاجه أسهل. تماما. له أسهل. تماما. بنوجه تحية لكل اللي عم يسمعونا وعم يشاهدونا. انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور فهد السيد، اختصاصي بالجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة التنظيرية، بورد عربي بالأوعية الدموية. بنحكي اليوم عن التصلب العصيدي، شو الأسباب، آلية الحدوث وعوامل الخطورة، ووصلنا لموضوع التشخيص. يا ترى كيف بيتم تشخيص هالحالة، وشو هن الإجراءات التشخيصية، الوسائل اللي عم يستخدموها لحتى شخصوا الحالة الفلانية يعني بالدقة. رح نوجه سؤال للدكتور طبعا. تمام. موضوع التشخيص طبعا مثل ما حكينا، بس ظهر الأعراض عند المريض بدها تراجع الطبيب. فحص السريري الكامل حسب العضو المصاب. نعم. يعني إذا أجاني مثلا بالأطراف السفلية، المريض يقول لما بمشي مسافة بعرج متقطع، أول إجراء طبعا بدأ فحص السريري، بدأ تجس النبض. نعم. من الفخذ لظهر القدم موجود، سواء الايدين العنق كامل. صاير طبعا هلا حاليا ايكو دوبلر ملون موجود بكل العيادات. صح. طبعا هذا اجراء سهل وبسيط، ويعني خلال ممتاز بشخص 100%، ما في نقاش عليه. يعني ايكو دوبلر اللي عنده خبرة بشخص التضيق بنسبة فلانية بالمنطقة الفلانية. بعد منها طبعا مو كل تضيق أو انسداد نحوله على الجراحة، طبعا هذا حسب التقييم تبعه وحسب الضغوط الشريانية كمان. نقيس ضغط الإيد، نقيس ضغط الرجل، نقسمه على بعض. الطبيعي عادة يطلع ضغط الرجل على ضغط اليد لازم يكون أكبر من 1، يعني هنسميه ABI Ankle Brachial Index، معادلة خاصة لازم يطلع أكثر من 1. في أمور معينة هذا نقوم فيها لما ما المريض ما يحتاج عمل جراحي إلى برامج معايير معينة. رح نحكي عن العلاج. وإيكو دوبلر بده ينعمل على هالأساس بالنسبة للأطراف، بالنسبة للأطراف العلوية للسباتي، كل هالأمور بيتشخص الآفات العصيدية مبينة. يعني سواء في أحيانا التصلب العصيدي يؤدي إلى دم شريانية بالبطن، أمهات دم طبعا من الأسباب الرئيسية لأمهات الدم البطنية الأبهرية ممكن يكون التصلب العصيدي، غير الآفات الالتهابية أو أمهات الدم الالتهابية، لأن التصلب العصيدي يضرب الشريان الفازا فازوريوم المغذي لجدار الأبهر تماما، فيسكره، فبالتالي بيصير ديجنريشن، يعني بيزداد الكولاجين على حساب الألياف المرينة، بيتوسع مثل البالون. هذا اسمه أمهات دم. فهل أمهات الدم كمان على الإيكو دوبلر يبين. صح. لما نشوف هيك آفات والمريض حسب أعراض المريض، يا نحوله على التصوير الشرايين الظليل يا ما نحوله. إذا المريض بحاجة لعمل جراحي نحول على التصوير الظليل لنقرر تماما انه شو اللي نسمونه الريفاسكولاريزيشن بروسيجر، يعني او الاجراء اللي من نعيد التوعيه للرجل باي اجراء. يعني الى
في عن طريق نحكي بعدين عن العلاجات هذا ضمن المرحلة العلاج. اللاحقة يعني. تماما. بس إذا التشخيص يعتمد من ناحية الأطراف على الفحص السريري، على بعض الاستقصاءات المخبرية، بالإضافة إلى الإيكو دوبلر. تماما. نجي على زملائنا القلبيين كمان نفس الشيء، بيعملوا فحص سريري، تخطيط قلبي، يعملوا إيكو لأجواف القلب، في منهم يعملوا اختبارات الجهد أيضا. في اختبار جهد حركي، في اختبار جهد دوائي للناس اللي ما عنده قدرة على الركض وعندهم آلام مفصلية. بالنهاية مرحلة أخيرة بيلجأوا لموضوع القسطرة، حاليا في الومضان القلبي بدون إجراء قسطرة قلبية. يعني كل هالأمور يعني صار العلم متطور وبيصلوا للتشخيص 100% أغلب الحالات يعني. بظن يعني في وسائل تشخيصية متوفرة متوفرة حاليا الحمد يعني لله، متوفرة تمام. بتساعد الطبيب، بتريحه للتشخيص تماما، ما عاد مثل الأول يعني حتى يعصر مخه كله فحص سريري. طبعا هالاستقصاءات شوية يعني أثر على مهارات الطبيب نسبيا، صار يتوجه المهارات السريرية. طبعا المهارات الطبيب قبل كل شيء يجب أن يكون ماهر سريريا قبل أي إجراء. الطبيب الذي لا يشخص أو لا يتوجه باتجاه المرض تشخيصيا ما راح يتوجه باتجاه يعني الاستقصاءات ما راح تفيده كتير. إذن موضوعنا نركز يعني على المهارات السريرية للطبيب، يجب أن يكون يعني فحصه دقيق شامل، ويحط نسميه تشخيص تفريقي لهالفحص السريري اللي يحطه، يعني الاحتمالات تشخيص 1 2 3، وبعدين يوجه الاستقصاءات حسب هالجدول اللي حطه. تماما، حسب شكوكه او ايوه تماما يعني تماما. دكتور، موضوع العلاج وصلنا لمرحله العلاج. يعني ذكرتوا انه مو كل العلاجات ضمن حديثكم قبل شوي، انه مو كل العلاجات بتكون جراحيه. اكيد، يا ترى شو هي؟ اكيد 100%. يعني مريض نقص الترويه بالاطراف، نعم. يجي المريض لما يجي شريان الفخذي السطحي مسكر او الحرق فيه مسكر، او في عندنا دوران جانبي موجود. الدوران الجانبي آليته يعني ينتقل الدم من وسط عالي الضغط لوضع منخفض. في gradient pressure نسميه، فرق ضغط. فهالدوران الجانبي لما يكون كافي للمريض ما في داعي للعمل الجراحي. حلو. والسريريا المريض يحكي لك يا أخي عم بمشي مثلا 2 كيلومتر مثلا، ما عم يجعني رجلي، بس عم بمشي مسافة طويلة يجعني رجلي. مريض علاج محافظ. صح. إذا مريض ختيار عم يمشي 200 متر يقدر يقوم بحاجاته اليومية، ما في داعي للعمل الجراحي. مسن مثلا، مريض مسن عنده ريسك فاكتورز، يعني عنده مشكلة قلبية، عنده مشكلة رئوية، ما بدنا نعرضه للمريض لعملية خطورة عالية يموت فيها المريض. صح. النقطة الثانية، أي عمل جراحي قبل أوانه. مثلا الشرايين، هذول الشرايين الطبيعية بالجسم اللي الله خلقون عمره ممكن 50 60 سنة 40 سنة تسكر. فالوصلات الصناعية اللي بدنا نحطها أو الستنتات اللي بدنا نحطها كمان إلى عمر. مجرد حطينا قبل أوانه عمره الافتراضي يبلش. عمره الافتراضي يبلش. فقد ما أخرنا العمليات يكون أفضل كعلاج محافظ، بشروط طبعا، مو هيك يعني تأخر يعني هيك. في عمل إيمة نلجأ للعمل الجراحي لما بالأطراف عم بحكي، لما يكون في ألم راحة، المريض قاعد وفي وجع ألم راحة عنده، ما بيهدى طبعا، مو جلسات بدها تحل مشكلته، تحوله على القسطرة، تصوير الشرايين الظليل، وحسب تصوير الشرايين يقرر انه يستفيد من العمليات ولا لا. احيانا ما في يكون ران اوف نوب، يعني مثلا شريانه شغال الفخذي وبعدين ما عاد في شرايين، هذا ما يستفيد من العمليات، ما في داعي يتعرضوا للعمل الجراحي. هذول قسم كبير منهم ينتهوا بالبتر، يعني بالامبيوتيشن. في بعض المرضى يكون عندهم قرحات بالرجلين، صار قرحات غير شافية، مسميه قرحات غير ملتئمة. هذول كمان، ومريض عنده انسداد شريان، إذا ما صلحت له الشريان والتروية الدموية ما راح يطيب القرحات تبعه، بدك تعمل له عمل جراحي. إذا في بداية جانجرين مثلا، بؤر نسميه جانجرين سبوت بالأقدام، هالأمور ممكن تلجأ وتعمل، على شرط مريض يتحمل عمليات جراحية. في ناس عندها جانجرين سبوت وعنده أمراض داخلية بحيث العملية يكون عامل مسرع لوفاته. صح. ما بدنا نعرض المريض، في الله خلق الجسم أولويات، القدم أهم من الإصبع، الساق أهم من القدم، الحياة أهم من الرجل. صح. في أمور معينة بدنا نوازيها. إذن في ناس مثلا شباب وعنده انسداد شريان وبرقبته عيلة، يقول يا دكتور عم بمشي ما أقدر، يعني برقبتي عيلة، بدي يعني ربي أولادي، عندي التزامات، عندي واجبات. هدول كمان إحنا مضطرين نغير له الشريان مشان يقوم يعني نسموه بالإنجليزي لايف ستيل تبعه، حسب طبيعة الحياة الشخص. أكيد. ففي ناس 3-4 عيال برقبته مثلا ما يقدر يركض يمشي مثلا، فالأمور مضطر أنت تغير له إياه، تأخذ وضعه الاجتماعي بعين الاعتبار.
بس طول ما المريض يقول لك أنا مرتاح الحمد لله تكفيني 200 متر وكذا، وما في عنده علامات يهدد الطرف، مو تريتنج نسميه ليمب يعني، أو الطرف مهدد بالنقص التروي، هدول العلاج محافظ أفضل، وعلاج محافظ ممتاز فيهم يستجيبون. من جملة العلاجات المحافظة طبعا بالأطراف طبعا معروفة يعني مميعات الدموية، سواء الأسبرين أو الكلوبيدوغريل أو والأتورفاستاتين، هدول الستاتينات لخافضات الكوليسترول الشحوم، أنواع في 3-4 أنواع اللي بدنا نتركز عليها. وفي بالإضافة أدوية مثل نسميه داعمات الدوران الجانبي مثل البنتوكسوفيلين والسيليستازول المتوفر تجاريا بليتازول. هالأدوية تساعدنا بتحسين الدوران الجانبي، بالإضافة لتمارين المشي. العلاج، شروط العلاج المحافظ: أولا يبطل الدخان نهائيا، يبعد عن الدخان إطلاقا، يضبط عوامل الخطورة سواء الشحوم، الداء السكري، كل الضغط الشرياني، ضبط عوامل الخطورة. 3 بده يمشي مسافات باليوم 9-10 مرات، يمشي ليجعوا رجله، نوع من التمارين. بس تحت التزوير ما يمشي، وجع الرجل يوقف يرد يمشي، يحاول مترين عن المرة اللي قبل يحاول يزود. ولازم يهتم بالقدمين، ما ينجرح الرجل، إذا انجرح الرجل مشكلة، لأنه اللي بيطيب الجرح هو الدم. صح. كمية الدم إذا قليلة هذا بده يعني يتفاقم. مشان ما ننسى في بعض مثلا الزملاء أو الأطباء مثلا تلاقي في جانجرين القدم يبتروا الإصبع، أثناء بتر الإصبع والشريان مسكر ما عاد يلتئم الجرح. بعين الاعتبار. لازم ناخذه بعين الاعتبار، لأنه دائما قبل إجراء أي بتر للإصبع أو عضو بالجسم أو الأقدام أو بالساق لازم نحن نسأل عن التروية الدموية بالأطراف، استقصاءات. إذا ترويته جيدة نقوم بالواجب، ما في. إذا ترويته سيئة وفي عنده أول شيء نصلح التروية الدموية، بعدين نشتغل بجراحات القدم. أولويات مثل إلا إذا في فلوجمون مثلا، مريض سكري عنده فلوجمون قدم بده تفجير واسع، نحن نفجر الفلوجمون تبعه ونحوله على موضوع الأوعية فورا، يعني ما نستنى بين ما نصور بين ما كذا بيكون راح الرجل. لازم نفجر الفلوجمون وفورا خلال يعني 24-48 ساعة نحوله على التصوير شرايين مشان نقرر شو بدنا ممكن نتصرف. تماما. دكتور، طبعا المعلومات اللي ذكرتوها جدا مهمة وجدا رائعة، و يعني من طبيب مخضرم. اليوم ضيفنا هو الدكتور فهد السيد، اختصاصي بالجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، ومن خيرة الأطباء اللي ببلدنا، ونحن طبعا نفتخر بهيك قامات. اليوم موضوعنا كان جدا مهم. دائما نحن بزبدة لقائنا عم نختم لقائنا بمجموعة من النصائح الوقائية من عندكم عبر منبر وير. دائما نحن بنوجه تحية طبعا وملاحظات الطبيب لمرضى، سواء كان الأصحاء أو المرضى. تمام. موضوعنا أهم شيء الموضوع الغذاء. بدنا نركز على الحمية الغذائية. الأكلات السريعة بدنا نبتعد عنها، الغنية بالدهون نبتعد عنها، نركز على الخضار، على الفواكه الملونة، كلها عبارة عن مضادات أكسدة ينفعنا بتنزيل الكوليسترول الضار، يعني بينزل الكوليسترول الضار. بالمناسبة بين قوسين مشان ما ننسى، الكوليسترول حاليا مفروض يكون أقل من 200 ككوليسترول الكلي. ال LDL الضار لازم يكون أقل من 100، وال HDL المفيد، الكوليسترول المفيد لهدول موجود بالمكسرات بكميات مقبولة، لازم يكون أكثر من 40. نعم. الشحوم الثلاثية لازم يكون أقل من 150. كل هالأرقام لازم نحاول قدر الإمكان أرقام مثالية نصل عليها. إذا نركز على الحمية الغذائية، يكون قليل الدهون. نعم. فوق 40 قليل الملح والدهونات. نركز على الخضار، على الفواكه. النقطة الثانية تمارين رياضية يومية، تمارين على الأقل باليوم تمشي نص ساعة على ساعة مشي سريع، بحيث يعمل يعني تسرع بالتنفس، يعني بحيث مو والله مشي هيدي ما يخدمنا يعني. هذا مهم. إيقاف التدخين، نبتعد عن التدخين والمدخنين. عملوا دراسة، حتى في ناس يقول يا أخي والله عم بنفخ ما عم استنشقوا يعني. تماما. عملوا دراسة للطفل لأبوين مدخنين، فحص بول للطفل الرضيع اللي عمره 6 شهور، يعني. طلع أن مستقلبات النيكوتين بالبول موجود، مدخن سلبي الطفل. فهالموضوع هذا موضوع التدخين بنركز عليه. إذا كنت ما بتقدر تترك التدخين على الأقل لا تؤذي عيلتك، يعني حاول اللي حواليك بالأماكن العامة مثلا. نعم. هذا كله عوامل وقاية. أحيانا تكون نص الباص أو بالسيارة تلاقي حامل سيجارة ينفخ بوشك، يعني في أمور معينة. صح. يعني موضوع الدخان بس يعني أذية الآخرين، حاول تبطل هالعادة. إذا بتأذي بس أذي حالك، يعني لا تأذي الآخرين.
النقطة الثانية موضوع الرياضة حكينا فيها تماما. التزام بالأدوية اللي وصف لك وصف الطبيب، سواء المميعات الدموية، الستاتينات، الأدوية الداعمة بدنا نركز عليها. ضبط السكري، ضبط الضغط الشرياني، كلها عوامل خطورة يعني. أكيد. المرضى السكريين اهتمام بالقدمين. أيوة. مهم جدا. أقدام السكرية، الأظافر مثلا لا تقصوها قريب من اللحم، لازم يعني من الأصابع تحاول تقصهم برا. زوايا الأظافر ما بينقص. بين الأظافر بين الأصابع دائما بالسيروم الملحي لازم نغسلها مع بوفيدون مشان ما يصير فطور. إذا صار فطور أحيانا جرح صغير ولو التروية جيدة تلاقي روح القدمين. ممكن. فهالأمور هدول العناية بالقدمين عند مرضى السكريين مهم جدا يعني. نحاول ما بعرف يعني موضوع إذا عندك أسئلة أو المشاهدين أسئلة يعني نحاول. شوي حكيت موضوع هو جدا مهم، إنه الإنسان إذا وصل لعمر 40 لازم يعمل فحوصات. أكيد فحوصات روتينية. بعدين بقى حسب أعراض تبعه فوق 50 كل سنة يعني مفروض يعمل يعني. تماما. أيضا موضوع الأغذية أو الوجبات السريعة سريعا نخففها طبعا أو نبتعد عنها، مع التركيز على الخضار الفواكه الملونة. أكيد مع رياضة دورية نظامية. كل هالأمور يساعدنا. وضبط عوامل الخطورة من السكري، من ضغط، من تدخين، كل هدول أو شحوم ثلاثية، كوليسترول، كلها بدنا نعملها ضبط للعوامل يعني. هيك وصلنا لنهاية لقائنا الجميل مع الدكتور فهد السيد، اختصاصي بالجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والتنظيرية. شكرا لحضوركم الجميل دكتور والمعلومات القيمة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا لحسن متابعتكم. شكرا لك دكتور. مستمعينا شكرا لكم وعلى حسن متابعتكم. وزملائي بالكنترول شكرا لهم. مرة ثانية بنقول لكم بداية حلقتنا لليوم هي إن شاء الله تكون بداية خير، تكونوا بهالسنة هاي كلها بصحة وسلامة وأمان. تضلوا بخير وسلامة على الأسبوع القادم. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة. أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.